الحاجه اللي بتاخر مشي البيبي؟ لا، والمشكله الاكبر ان انا اكتشفت من تعليقاتكم ان دكاتره كتير جدا بيمنعوا الاطفال عنها في اعتقاد منهم ان هي بتقفل فتحه النافوخ بدري. بصوا يا جماعه، خلينا متفقين ان هي لو بتضر هي هتضر الكلى، لكن مش هتاثر ابدا على فتحه النافوخ. وده مش كلامي انا، ده كلام دكاتره كبار جدا في طب الاطفال، دكاتره جامعيين واستشاريين في طب الاطفال كبار جدا، اتفقوا ان هي ما بتاذيش فتحه النافوخ نهائي، ملهاش اي تاثير على فتحه النافوخ، وان هي لو بتاثر على الكلى، بس تاثيرها على الكلى بيكون بسببك انت لو اديتي الجرعه غلط هتاثري على الكلى بتاعه البيبي، لكن طول ما انت ملتزمه بالجرعه الصح هتلاقي ان انت خدتي الفايده منه. بس فازاي معظم الدكاتره بيقولوا ان فيتامين ده ما ينفعش ان انا اديه في الاول سنه؟ طب ازاي؟ هو اهم حاجه اصلا في اول سنه البيبي اولا عشان خاطر يعرف يصلب راسه فتقدري تدخلي اكل لازم يبقى بياخد فيتامين د، علشان يقدر ان هو يسنن لازم يكون عنده فيتامين د في جسمه نسبته كويسه، علشان خاطر ان هو يمشي لازم برده فيتامين د تكون نسبته في جسمه كويسه. فازاي يجي دكتور ويقول لك ممنوع فيتامين د الاول سنه؟ طب ما هو كده البيبي هيكون متاخر عندي في كل حاجه هيعملها. اي دكتور يقول لك ان انت تلغي فيتامين د من عمر يوم، نصيحتي ليكي تغيري الدكتور ده فورا، وجربي كده، روحي لدكتور تاني وقولي له ان انت كنت متابعه مع دكتور وقال لك وقفي فيتامين د وشوفي هو هينفعل عليكي ازاي. فالحركه دي اللي هي حركه صلب الراس دي اللي بتخلينا البيبي مستعد ان هو ياكل مهم جدا علشان خاطر البيبي يقدر يعملها، ان يكون العظم ده عنده كويس. طب هو ازاي عظمه هيكون كويس وانت مقصره معاه في الفيتامين؟ يعني مثلا الامهات اللي بيبعتوا لي يقولوا لي ان ابنها مثلا عمره 10 شهور ولسه ما بداش يزحف مثلا، او البيبي اللي عمره مثلا 7 شهور ولسه ما ظهرش عنده اي عرض من اعراض التسنين، في اطفال عمرها 8 شهور و9 شهور ولسه ما بتعرفش تقعد لوحدها، كل الاطفال دي انا واثقه ومتاكده ان انت مقصره معاه في جرعه فيتامين د. طيب انا عشان اخد الفايده من فيتامين د وما اخدش الضرر بتاعه المفروض ان انت تعملي ايه؟ المفروض ان انت تلتزمي بالجرعه اللي الدكتور قايل لك عليها. الدكتور قال لك هتدي نقطتين هتدي نقطتين بس، قال لك 3 نقط هتدي 3 نقط. طب في حاله ان انت زودتي الجرعه لو زادت يا جماعه فيتامين د بيخلي الجسم يمتص الكالسيوم بشكل كويس، فانت لو زودتي الجرعه هتلاقي ان الجسم ابتدى يمتص الكالسيوم بشكل اكبر. طب الكالسيوم لو زاد في جسم البيبي هيعمل له ايه؟ هيعمل له ترسبات على الكلى، فاصبح كده ان انت بدل ما بتاخدي الفايده من فيتامين د ان انت كده بتضري ابنك بانك بتاذي له الكلى بتاعته. طيب ردا على الدكاتره اللي بيقولوا ان هي بتقفل فتحه النافوخ بدري، الكلام ده منتهى الغلط. احنا اتفقنا ان فيتامين د ملوش علاقه خالص بفتحه النافوخ وان هي تقفل بدري. طب فرضا ان احنا لقينا طفل فتحه النافوخ عنده قفلت بدري وعايزين نطمن عليه، هتروحي للدكتور اللي انت متابعه معاه وهيقيس محيط الراس، لقى ان محيط الراس بتاعته مظبوطه مع عمره يبقى مفيش اي مشكله والبيبي ما اتاذاش، لقى ان في مشكله ومحيط الراس مش مظبوط هتلاقيه بيطلب منك ان انت تعملي مقطعيه على المخ. طب فرضا بعد الشر ان هو لقى في المقطعيه في مشكله في المخ، هتلاقيه ان هو بيوجهك فورا على جراح مخ واعصاب وهو هيبدا يشوف الخطوات اللي تنفع معاكي ايه. بس خلينا متفقين ان الموضوع ده برده ملهوش علاقه ابدا بفيتامين د، دي حاله ممكن تحصل بس بعيده تماما عن فيتامين د. فيتامين د لو بيأذي الكلى زي ما شرحت لك. فلو انت فعلا خايفه على طفلك وعايزه طفلك نموه يمشي بشكل سليم، يسنن في ميعاده ويمشي في ميعاده ويزحف في ميعاده وتقدري تدخلي له الاكل في الميعاد اللي ينفع يدخل فيه الاكل، عايزاكي تهتمي جدا بجرعه فيتامين د، بس الجرعه المظبوطه اللي تدي له الفايده وما تضرهوش. ولو انت من الامهات اللي بتنسى انها تدي الفيتامين بشكل يومي، خليني اقول لك ان انت اعمليه مع الروتين اليومي بتاع طفلك. يعني فرضا مثلا انت اول ما بتصحي بتغيري له، حطي جنب الغيار بتاعه الفيتامين، هتلاقي نفسك ان انت التزمتي بالجرعه وخلاص بقت روتين يومي زي الروتين بتاعه بتاع النظافه الخاصه بيه. فيا جماعه انا لازم انبه عليكم ان فيتامين د زيه زي التطعيمات بالظبط. هل انت تقدري تاثري في التطعيم مع ابنك؟ اكيد لا، انت ملتزمه بالتطعيمات، فزي ما انت ملتزمه بالتطعيمات التزمي برده بفيتامين د، اعتبريه ان هو تطعيم ولازم الطفل ياخده. وخلوني اكد عليكم يا جماعه، فيتامين د ملوش علاقه نهائي بفتحه النافوخ، هو لو بيأذي الكلى، وزي ما اتفقنا لو اذى الكلى هيبقى بسببك انت اللي اديتي الجرعه بشكل غلط. ولو عندكم اي استفسار اكتبوا لي في التعليقات، وتابعوا مامي اول مره عشان ما تفوتكوش معلومه.